لسه ما عملتوا معمول العيد؟ لازم تساووه ليك على المنظر. لوز وكاجو وفستق وجوز حطيناهم بقرص واحد، حرام تساوي معمول وما يزبط معي واحد. شوف ما شاء الله، هذا القرص بيحمل 4 أنواع من المكسرات، معمول بالمكسرات، شغلة كتير حلوة وبتعجبكم كتير. يا زلمة شي خيال، تعالوا دوقوا وما بتندم، معمول على كيفكم. السلام عليكم. عندي 3 كيلو طحين بيطلعوا تقريبا 30 كاسة. من هالكاسة هي الكاسة تقريبا بتطلع 100 غرام. عندي 1.5 كيلو سمنة بيطلعوا تقريبا 10 كاسات. حطهم فوق منه. بسم الله. خلصت الدعك تبعها. شوف ما أحلى صار القوام كريمي. سر نجاح المعمول الطحين بالقوام هذا القوام لازم يكون قوام كريمي. شوف شلون، شايفين شلون القوام كريمي صار. هلا بقيمة بحطها بالبراد مشان نجهز التبليعة تبعها. 450 غرام سكر بيطلعوا تقريبا 3 كاسات. عندي المي 600 غرام بيطلعوا تقريبا 4 كاسات. هي اول كاسة. بسم الله. 15 غرام خميرة بيطلعوا تقريبا 3 معالق صغار. بسم الله. حركهم هلا بدوب السكر شوي مشان نحطهم فوق العجينة يلي عجنتها. بعد ما طالعت العجينة دعكتها شوي وهلا بحط التبليعة تبعها. بسم الله. بس أرجوكم يا ريت تتبعوا المقادير 100% مشان يطلع عنكم المعمول المرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أهم نقطة وأهم ملاحظة تنتبهوا لها للمعمول، بنقلب من تحت لفوق، من تحت. بسم الله. لفوق من تحت. هي أهم ملاحظة بالمعمول، يعني الأصابع بس عم يفوتوا فيها. بسم الله. أهم ملاحظة ما تدعكوها كتير، مجرد ما تروح المي من ايدنا من العجينة. هيك صارت جاهزة عندي من تحت. طبعا أنا عم طالع، مجرد ما راح المي عندي خلص بإيدي هيك صارت جاهزة. هلا بحطها بالصينية، داهن الصينية طحين أنا. هلا بحطها بالبراد وباخد شقفة وببلش فيها. شايفين ما أحلاها ما شاء الله. أهم شيء المقادير، أهم شيء تلتزموا بالملاحظات. ألذ وأطيب حشوة معمول رح تاكلوها من عندي. عندي 200 غرام فستق. لحشوة الزبيب عندي 200 غرام زبيب أشقر. هلا بحط له 200 غرام زبيب الأسمر. بدي أحطهم على محضر الطعام. حط له نص كاسة قطر تقيل شوي طبعا ها. بسم الله. بعد ما نعمتهم حطيت لهم معلقة سمنة. شايفين ما أحلاهم صاروا ما شاء الله. هذا الزبيب الأشقر والأسود. هلا بحط لهم معلقة ماء زهر. بسم الله. وبقلبهم هيك صاروا جاهزين عندي. بقيمهم على جنب. هي أول حشوة جاهزة، هي حشوة الزبيب حطينا لها قطر وسمنة وماء زهر. عندي 500 غرام جوز كسرتهم وسخنتهم. هلا سخنين الجوزات يعني دافين مزبوط. قيمهم على جنب. بحط لهم 200 غرام قطر تقيل شوي يا محمد. سخنة. بسم الله. هي 200 غرام قطر حطيتهم. معلقة سمن عربي بتطلع تقريبا 30 غرام بحطها معهم وبقلبهم ليشبكوا. انتبهوا لي للحشوة هي حشوة رح تعجبكم كتير. حشوة المعمول بالمكسرات بدها تطلع معنا كتير مرتبة. عندي 200 غرام جوز قطعتهم طبعا. عندي 200 غرام لوز. عندي 200 غرام فستق. وعندي 200 غرام كاجو. هلا هون هدول بدي اقطعهم اللوزات تقريبا قد الجوزات. هدول الجوزات بقيمهم على جنب، وهدول الثلاثه بحطهم بصينيه وبحمصهم بالفرن تحميصه نص تحميصه. بجيبهم بعدين بخلطهم كلياتهم وبفرجيكم اياهم. بعد ما قطعت اللوزات هلا بحطهم
وبحط الكاجويات وبحط الفستقات، نعمل لها الخلطة هاي. وهلا بحمصهم ربع تحميصة او نص تحميصة، باخدهم على الفرن بحمصهم، بس يتحمصوا بيكون جاهز عندي القطر وبتبلهم قدامكم. بعد ما حمصتهم صاروا تمام، شوف شلون تحمصوا ما شاء الله تبارك الله، هيك جاهزين. هلا بحط الجوز، لانه الجوز ما بده تحميص يعني. هلا بحط الجوزات نقلبهم شوي، سخنين كثير والله. هلا بحط لهم تقريبا قطر، بدي شي 400 غرام. بسم الله. هلا بحط لهم معلقتين سمنة عربي، كل معلقة تقريبا شي 30 غرام، يعني 60 غرام، 60 غرام سمنة عربي. وهي قصة التمرات صاروا جاهزين. طبعا حطيت لهم سمنة عربي بيعطوا طعم كتير كتير طيبة. صار عندنا نحن 4 حشاوي، حشوة بالزبيب، وحشوة بالتمر، وحشوة بالمكسرات، وحشوة الجوز. بس لما بلش نحشي بنورجيكم اياهم. بعد ما جهزت الحشاوي هلا حبلش بالعجينة. باخذ شقفة من العجينة، بسم الله. هاي العجينة اللي عجناها ندعكها هيك الدعكة. شوفوا العجينة ما أحلاها ما شاء الله تبارك الله. ومنقصتها على قد حبة التمر اللي عندي مثلا. بخيط طحين، بسم الله. بعد ما قصتناها عندي هالقالب هذا اللي فايت بالحيط شوي، باخذ حبة وبحط حبة التمر فيها. طبعا لك هيك الطريقة. بنحط جورة بإيدنا، على طول بنحط جورة بإيدنا، بنحط حبة التمر فيها، بنكبسها الكبسة هيك صارت مثل الجرن، بنضبها هيك. هالضبة هي انضبت معنا، ما بنخلي إلى عين ولا عين، يعني لازم ما تبين النور مثلا. بنحطها بالقالب كبسة صغيرة، بس طبعا حتطلع الدجة قوية قوية. هيك جاهزة الحبة، شايفين ما أحلاها ما شاء الله، مرسومة رسم. هيك جاهزة عندي الحبة. بناخد حبة تانية، الموديل الثاني للتمر، هيك بس نعم فتحناها حطيناها بقلب الجورة تبعنا اللي حكينا عليها. وباخد حبة تمر، طبعا أنا قاصة كبيرة حبة التمر هي، يعني عندي صغيرة وكبيرة حسب القالب. أخذت حبة التمر هي بكبسها هيك، كبستها لجوا، شايفين شلون؟ بضبها الضبة هي وبسكرها. بحط بخة طحين بإيدي وبحطها بالقالب. عندي هالقالب هذا بكبسها هيك جاهزة. هاي الحبة جاهزة هيك، شايفين ما أحلاها؟ حلوة كتير. بحطها بالصينية. شوف الجوز ما أحلاه ما شاء الله تبارك الله. شوف الحشوة ما أحلاها، ماسكة وما أحلاها. هيك حشوة الجوز لازم تكون. هاي النتيجة تبعها، شوف ما أحلاها، يعني بتشتغل كيف ما بدك فيها. هلا أنا باخذ هاي الشقفة مثلا بجمعها هيك التجميع، ما شاء الله على الحشوة. بقصتها قد ما بدي مثلا، هي بتعذب شوي صغيرة بس نحن متعودين عليها مثل ما تقول. قصتها. وهلا باخذ العجينة كبرها شوي صغيرة، بحطها بالطحين. باخذ حبة الجوز ما شاء الله تبارك الله، بكبسها هيك. هي ضبيتها الضبة هي، بحط بخة الطحين، بخليها مطاولة حسب القالب اللي عندي. عندي هالقالب ها بدي اطبعها هالطبعة هاي. بسم الله. شايفين الحبة ما شاء الله مرتبة كتير، والطبعة بتضل بإذن الله. وهلا باخذ الحشوة الثانية اللي هي حشوة الزبيب، كثير كثير بتعجبكم. اخذنا حبة مشان نجربها، بحط لها حشوة الزبيب بقلبها ما شاء الله تبارك الله. حطيناها بقلبها، حطيناها بالجورة مثل ما حكينا، سكرتها، بخرة طحين صغيرة وبحطها. عندي هالقالب ها
شوفوا على الحبة ما شاء الله مرسومة رسم. هي بالزبيب ساويناها، ان شاء الله هيك بتعجبكم. وهلا اهم حشوة يلي ساويناها المكسرات. شوف المكسرات ما احلاها ما شاء الله تبارك الله. شايف ما احلاها؟ اللوز، الكاجو، الفستق، الجوز، يعني شغلة فوقانية. شوف القوام تبعها ما شاء الله. حشوة كتير كتير مرتبة، شايفين؟ تشتغل فيها مثل ما بدها ما شاء الله تبارك الله. بتجمعها كيف ما بدك. هاي الحشوة تبعنا، هاي حشوة المكسرات. حشوة كتير كتير بدها تعجبكم على هالموديل. والتحميص اللي حمصناه للمكسرات كتير هيك عاطي نكهة. شايفين ما أحلاها ما شاء الله تبارك الله. هلا طريقة الحشي تبعها، ناخد حبة من العجين، كبرتها شوي صغيرة. أخذنا الحشوة تبعنا بنحطها بقلب العجينة، نعملها هيك تسكيرة. طلعت كبيرة شوي صغيرة العجينة، نعملها الفتلة هي. هاي القالب اللي عندي هون بدي أحشيها، حطها هيك بسم الله. شايفين ما شاء الله ليك الحشوة حتى طلعت من برا على قد ظريفة. شغلة فوقانية، شغلة مرتبة كتير كتير. شايفين ما أحلاها ما شاء الله تبارك الله. الرسمة بدها تضل مثل ما هي بإذن الله. هاي الكمية اللي طلعت عندي هلا بدي اخذها على فرن اعلى حرارة عندي، يعني 250 من فوق 250 من تحت او 300 ب 300، المهم الحرارة تكون عالية. ضروري يفوتوا على السريع ويطلعوا على السريع، يعني ما يطول المعمول بالفرن. يعني من مدة 5 دقائق لل6 دقائق لل7 دقائق بالكثير لازم يكون طالع المعمول، وبيطلع عندكم معمول شغلة ان شاء الله. بعد ما اخبزهم ان شاء الله بفرجيكم يعني. هي وصفتنا لليوم خلصت. المعمول طلع معنا كتير كتير طيب وكتير هش وكتير بيعجبكم، بس أهم شيء تتبعوا الوصفة وتتبعوا الخطوات اللي أنا مشيت فيها، وأنا بضمن المعمول إنه يطلع معكم معمول عالمي، معمول طيب كتير وبتشوفوا حالكم فيه. شوف على المعمولات ما شاء الله. هون المعمول سويناه معمول بالزبيب، وهون معمول بالجوز، وهون المعمول سويناه بالتمر راس كبيرة. والفنة تبعنا اللي كنا هيك عم نساويها انه معمول بالمكسرات. هذا المعمول بالمكسرات، وعنا المعمول بالتمر، وعنا المعمول ساويناه. شوف على الحبة ما شاء الله. هذا المعمول بالزبيب، حطينا له الزبيب الاشقر والزبيب الاسمر. كتير كتير نهفة طلعوا، يعني نهفة وطيبين وبيعجبوكم كتير. وصفة غير شكل. شوف على القرص ما شاء الله. هذا المعمول تبع المكسرات، الفستق والجوز والكاجو، يعني شغلة طالعين ما شاء الله، يعني شغلة خيال. هاي الوصفة كتير رح تعجبكم، وبتمنى تسووها قبل ما يجي العيد ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، وبتنعاد عليكم بالصحة والسلامة. جربوها وما بتندموا. يعطيكم العافية.